السلام عليكم ورحمة الله متتبعي الكرام. اليوم معكم مريم، القناة ديالي قناة مريم. اليوم غادي نقدم لكم واحد الحساء اللي هو بالسميده الغليظه ديال الفارينه او السميده اللي كنعرفوها كتوفر في المارشي بحال هادي، وغادي تكون منسمه بالتوابل، وغادي نضيفوا لها حب رشاد. نمروا المقادير والطريقه ديال التحضير ان شاء الله. اولا غادي نحتاجوا كيف ما قلت لكم 150 غرام ديال السميده الغليظه. غادي نحتاجوا زيت الزيتون اللي غادي نوضع تقريبا واحد 4 ديال المعالق كبار ديال زيت الزيتون. غنحتاجوا 3 ديال الفصوص ديال الثوم كبار مقطعه على هذا الشكل هذا. غادي نحتاجوا الملعقه كبيره ديال الحب رشاد اللي منقي. غادي نحتاجوا واحد نصف ربطه ديال المعدنوس اللي قطعتها بواحد قطعته غليظ شويه. غادي نحتاجوا في التوابل ديالنا الملعقه صغيره ديال الكمون، نصف ملعقه صغيره ديال السكنجبير او الزنجبيل، نصف ملعقه صغيره غير مملوءه ديال الابزار، ونصف ملعقه صغيره ديال الزعتر مطحون، ولا يمكن لكم تستعملوا الزعتر ورق. وغادي نحتاجوا ربع ملعقه صغيره ديال الخرقوم البلدي اللي كيبقى اختياري، والملح حسب الذوق، والماء اللي غادي نحدوه من بعد. هنايا تقريبا عندي 1 لتر، وهو غادي يوصل كاع لواحد لتر ونصف ديال الماء اللي غنقدروا نحتاجو. اول شيء غادي نديروه هو غادي نوضعوا الماء، هذا راه ماء دافئ، غادي نوضعوه في الطنجره اللي غادي نطهيو فيها الحساء ديالنا، وغادي نضيفوا العناصر الاخرى. انايا ضفت هنايا 1 لتر ونصف ديال الماء كيف ما ذكرت لكم. غنوضع الان التوابل ديالي كامله، باش يذوبوا ليا هكا مزيان في الماء. وعاد الان غادي نضيف السميده ونحرك باش ما تكورش لينا. داكشي علاش انا استعملت في الاول الماء الدافئ، حتى هو تيساعد على انها تحل دغيا. عاد غادي نضيفوا الان الزيت، ونحركوا ونضيفوا الان الثوم، ومن بعد مرور 5 ديال الدقائق بحال هكاك عاد غادي نضيفوا عليه حب رشاد. والمعدنوس كيبقى في الدقائق الاخيره. بالنسبه للحساء ديالنا ما كيطلبش يطهى في وقت كبير، غادي نطهيوه في تقريبا مده ما كتفوتش 20 دقيقه. وبالنسبه الماء واخا ضفنا 1 لتر ونصف، لا حسيتوا بها ثقيله شويه كتضيفوا على حسب نتوما كيفاش كتبغيو تشربوا الحساء ديالكم، واش كتبغيوه خاتر ولا خفيف. الان من بعد مرور 5 دقائق غادي نضيفوا الحب رشاد. بالنسبه للحب رشاد عنده فوائد كثيره، ولكن هو ايضا شويه صعيب على الصحه بالنسبه للناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم، ما تيوافقهمش ولا ما خصهمش ياكلوا منه، لانه كيزيد يطلع الضغط ديال الدم.
داكشي علاش لكي ياخد حب رشاد خاصو دائما ياخد واحد النسبة قليلة جدا. الا كان باغي يداوى به ما ياخدش اكثر من القياس اللي هو مفروض ياخدو. بالنسبة لهنا راه انا وضعت ملعقة ديال حب رشاد، يعني بالنسبة لهاد الحساء راها كونتيتي مناسبة، حيت مع ما غاديش تاخدها هكذاك نيشان. الان كنبقاو نحركو في الحساء ديالنا باش ما تكورش لينا السميده وباش ما تلصقش لينا. وغادي نبقاو نطهيو فيه كيف ما قلت لكم تقريبا 20 دقيقه ديال الطهي ديال الحساء كافيه. السميده دغيا تطيب. وقبل ما نبغيو نطفيو عليه تقريبا واحد المده ديال 3 دقائق غادي نضيفو المعدنوس، عاد غادي نقدموه ساخن مع التمر والشباكيه الا كانت موجوده. بالنسبه للماء انا راني ضفت الماء ايضا واحد يعني تقريبا خدات ليا 2 لتر لا روب ديال الماء، او 2 لتر الا ربع، ناقص ربع ديال الماء. دابا غادي نضيفو المعدنوس. ها هو الشكل النهائي ديال الحساء ديالنا من بعد ما طفيت عليه الغاز وطهى. ضفت ليه زيت العود في التقديم. نتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وانكم تجربوها، ونتلاقاو ان شاء الله مع وصفه اخرى.